ايه تاني المفروض اعرفه عن العميل بتاعي؟ انا كده عرفت خلاص، بعرف التقسيم السكاني بتاعي، يبقى عرفت عمره من كام لكام، لازم ابقى عارف مستوى الدخل بتاعه ايه، لازم ابقى عارف الطبقه الاجتماعيه بتاعته ايه، لازم كمان ابقى عارف حجم العيله بتاعته. لو انا ببيع مثلا شقق 4 اوض مثلا او 3 اوض، فده حجم العيله بتاعته لازم يبقى مثلا ما يبقاش فردين، غالبا هيبقوا 3 4 5 افراد في الاسره معايا اولاد. لو انا ببيع بامبرز غالبا بستهدف اسره عندها طفلين او طفل، فلازم ابقى عارف حجم الايه العيله. طيب لو انا فاتح شركه تسويق وبعمل اعلانات وتسويق وشاطر جدا مع الدكاتره، يعني بعمل لهم، بصور الدكاتره وبعرف اعمل لهم محتوى ومركز قوي مع الدكاتره، ممكن تفرق معايا جدا الوظيفه، وانا بستهدف العملاء اللي انا عايزهم يشتروا مني منتجاتي كشركه تسويق، عايز عميل اسوق له. فممكن اكتب ايه؟ لو انت دكتور وبتدور على شركه تسويق تعمل لك ماركتنج، احنا نعمل لك ماركتنج. لو انت عارف وظيفته خلاص، في شركات متخصصه في حته للدكاتره، بتعمل تسويق للدكاتره بس تمسك له، فده يفرق معايا وانا بحط الايه الشريحه بتاعتي.